مسمنه مورقه في الفران. المهم سمعوا لي هاد التقرميشه، سمعوا كتجي ناجحه مورقه ومقرمشه. ضروري ضروري خاصكم تجربوها. هنا كندير 500 غرام ديال الدقيق مع الربعه ديال الفينو، السميد رقيق جدا. هنا كندير شويه ديال الملحه، ملعقه ديال السكر، وهنايا كيف ما كتشوفوا كندير شويه ديال الخميره ديال الخبز. ومن بعد هنا كنضيف 5 غرام ديال الخميره الكيماويه. كنعجن هادشي كامل بحليب يكون دافئ. المهم كنعجن هكا، كنضيف الحليب حتى حصلت على هاد العجينه هذه كيف ما كتشوفوا. وهنا بالنسبه للكميه اللي درت انا، هنا خرجوا لي 2 ديال المسمنات، تقدروا ديروا غير نص كميه الا بغيتوا. وصافي هنايا كنعجن داك الخليط مزيان مزيان حتى كنحصل على هاد العجين هذا يكون طري. كنكورهم كويرات على هذا الشكل هذا. انا خرجوا لي 10 ديال الكويرات، كنخليهم حتى كيرتاحوا شويه، كندهنهم بالزيت كنخليهم حتى كيرتاحوا. وصافي هنا كناخذ الزبده والزيت اللي ذوبتهم، كميه ديال الزبده كندير نص ديالها ديال الزيت. وصافي هنا كيف ما كتشوفوا كناخذ وحده بوحده، كنورق، كنطوي على 4 وكنعاود نطلق واحده اخرى. كناخذ هذيك ديجا اللي طويت كنحطها في الوسط. كنبقى بهذه العمليه هذه حتى كنجمع 5 ديال الكويرات. المهم غتشوفوا معايا هنايا ساهل. وما تنساو ديروا شويه ديال السميده هكايا بيناتهم باش هكايا يجيو ليكم مورقين وزوينين بزاف. ومن بعد ما كنجمعهم كاملين، المهم انا كندير غير 5 صافي، تقدروا ديروا اكثر ولكن احسن بقاو غير 5 باش هكا ما يجيوكم عاوتاني الكميه كثيره بزاف. صافي هنا كنطلقها هكايا. من بعد ما ارتاحت كندير الفران على 190 درجه حتى كتبدا كتنفخ، وعاده كنشعل الفران على 230 درجه حتى كتحمر. من بعد ما كطيب كندهنها بالعسل وكنرشع شويه ديال اللوز اختياري، كنخليها حتى كتبرد شويه، وعاده كتقطعوها كتجي يا سلام زوينه زوينه بزاف. ضروري تجربوها، وبصحه والراحه. ما تنساو لايكاتكم.